السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصر على القناة المفضلة لديكم. فضلا وليس أمر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصل لكل جديد. ألف مبروك للنادي الأهلي، الفوز المستحق، الفوز اللي أنا اتكلمت عليه في الفيديو اللي قبل ده. قلت لكم قد إيه يا جماعة إن النادي الأهلي هيكتسح نادي الزمالك في مباراة القمة بالنسبة للأهلي، إنما المنافس ده في المركز الرابع. معرفش ده منافس بناء على إيه؟ ده بطل الدوري السنة اللي فاتت واللي قبلها بناء على إيه؟ إحنا كنا بننافس البطل اللي ترتيبه الرابع في الجدول العام الممتاز، مش الوصيف يا جماعه. النادي الزمالك اللي احنا كنا بننافسه النهارده ده المركز الرابع في الترتيب وفي الجدول العام الممتاز. الاهلي ادى مباراه في قمه من الروعه، في قمه من كولر ابو دماغ عاليه اللي ادى البروف على دماغه وقال له انا الكولر يا معلم بروف. قد ايه شفنا الاهلي في مباراه لا تقبل القسم على اتنين. بالنسبه للاهلي، الاهلي لا يقبل بالهزيمه رغم الغيابات اللي كانت داخل النادي الاهلي، الا ان النادي الاهلي برضو مصر ان هو يكون في صداره الجدول، ان يكون الاول. النادي الاهلي كان مصر في كل تحركاته داخل المباراه انه يثبت لجماهيره ان هو قد المسؤوليه. كل المزعبلات اللي احنا سمعناها قبل كده والمهاترات اللي سمعناها على قناه الزمالك، القناه اللي انا لسه بقول انها تبث من تحت السلم لشعب البليله اللي مصدق اهواءه واللي مصدق النقاد اللي قاعدين على المنصه ان فعلا النادي الاهلي نادي كيان كبير، نادي عظيم. الزمالك كان بيمني نفسه ان هو يكسب الاهلي عشان يفرح جماهيره بعد ما خرج من السيمي فاينال في كاس مصر. يا جماعه مش على حساب الاهلي الزمالك يكسب. الاهلي لو مرض ما بيموتش رغم الغيابات اللي موجوده في نادي الاهلي وفي صفوف نادي الاهلي والاصابات اللي داخل نادي الاهلي، اللي النادي الاهلي برضو واقف على قدم وساق ان يدي الزمالك درس مفيش زيه. وبرضه يخرج علينا المرتضى منصور، الشخص اللي اسمه مرتضى منصور، اللي هو مرتضى منصور بيخرج بتصريحات للمره الخامسه مرتضى منصور بيعلن انسحابه من الدوري الممتاز. يا عم اخرج، يا عم امشي، ريح لنا دماغنا. احنا كاهلاويه دماغنا صدعت، ما بالك بالزملكاويه هيروحوا معاك لفين؟ انت للمره الخامسه بتعلن انسحابك من الدوري العام الممتاز. ليه يا باشا؟ التحكيم كان فيه ايه؟ بيقول لك هيبعت جواب للفيفا، هيرسل فيه وهيقول ان حكم المباراه هو من سلوفانيا، ان الحكم ليس بسمعه طيبه، الحكم ده مسكوه في شقه قبل كده من منافيه للاداب. انا مالي يا عم؟ هو اداؤه ايه كان داخل الملعب؟ الحكم كان بيحكم بما يرضي الله ولا لا؟ ولا انت اي حاجه بتتعلق فيها وخلاص؟ حكم سلوكه مش كويسه، هو ماله ولا احنا مالنا؟ اللي انا عايز اقوله ان الزمالك النهارده ما شفناش زمالك، احنا شفنا فرقه بتتقطع من النادي الاهلي، فرقه بتتقطع من كيان كبير اسمه النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي على الفوز اللي اتعمل الجلاشه للزمالك فيه. بخاطب كل الجماهير الزملكاويه ولكل اصدقائي اللي هم بينتموا لنادي الزمالك، يا جماعه نادي الزمالك نادي كبير، لكن للاسف اللي قائمين على مناصب داخل نادي الزمالك والموجودين وهزاز الرؤوس في منصه نادي الزمالك على قناه الزمالك مش عارفين المسؤوليه اللي هم موجودين فيها. يا جماعه هم مغيبينكم. يعني احنا لما بنتفرج على قناه الزمالك ايه اللي احنا بنستفاده؟ ايه اللي بنطلع بيه؟ انت لو كنت حفزت اللعيبه بتاعتك كنت اديت احسن من كده، لكن للاسف كمرتضى منصور ولكل اعوانه على منصه الزمالك حاطين الشماعه جاهزه للاعيبه الزمالك عشان يعلقوا عليهم اخطائهم قبل ما يقابلوا الاهلي في لقاء القمه. يعني انت النهارده بتدي العذر لكل اللعيبه بتاعتك قبل ما تقابل النادي الاهلي، وتيجي تقول لي سحر اسود ومحمود الخطيب واحمد شوبير وجمال علام ولجنه الكوره ولجنه المسابقات. كل دي شماعه انت حاطط عليها كل اخطائك وبتمهدها للعيبه بتاعتك انها تعلق عليها اخطائها. من فين هتلعب؟ من فين هتأدي؟ انت لو كنت ركزت في المباراه اكتر من كده، لو كنت هيئت اللعيبه بتاعتك اكتر من كده، لكن للاسف انت طول الفتره اللي فاتت عمال تهد في اللعيبه بتاعتك، في سمعه اللعيبه اللي انت بوظتها، في سمعه اللعيبه اللي انت دمرتها. ازاي اللاعب هينزل يأدي في الملعب وانت من قبل المباراه انت عمال تهينه وعمال تخسف به الارض؟ هيدي فين كوره؟ لكن احنا شفنا النهارده الاهلي بيدي درس للزمالك، بيقول له يا بتوع الفن والهندسه هي دي الكوره، هي دي الكوره وهي دي الاداء، وهنلعب مان تو مان. شفنا اللعب كان شكله ازاي. لكن هتقولي سحر اسود؟ سحر اسود ايه؟ للاسف يا جماعه ان لحد النهارده في ناس بتصدق مرتضى منصور في المزعبلات اللي هو بيقولها، في الخرافات اللي هو بيقولها، ان هو بيقولك معمول سحر اسود لنادي الزمالك من نادي الاهلي. يا راجل احنا في القرن كام وانت لسه بتتكلم في الموضوع ده؟ سحر اسود ايه؟ انت حفز لعيبتك والعب، شوف فين اخطائك واتك عليها. لكن الاهلي النهارده بسطنا رغم ان الاداء في غيابات الاهلي كان مؤثر الى حد ما، لكن الاهلي ادى مباراه يعني في منتهى الروعه. يعني النهارده لما يكون الاهلي بيتاهل لنهائي كاس مصر
صدقتوني لما قلت لكم ان مرتضى منصور بيتكلم اي كلام في الهوا؟ لما قلت لكم ان هو دماغه فيس صحيح؟ انا ما اعرفش فيس دي، انا واخدها منه عشان اقول له ان انت دماغك دي اللي فيها دي مفيش فيها اي فكر. النهارده كهربا ولعب في ماتش سموحه، للاسف ان في ناس بتصدقه، في ناس بتصدق على كلامه، واحد زي جمال عبد الحميد، واحد زي كريم ابو الحسين، محمد رجب. الناس دي للاسف يا جماعه مفيش حد فيهم حكيم، حد رشيد يقولوا لا انت اخطات يا معالي المستشار في الحته دي، ما ينفعش تتكلم في الحته دي. لكن للاسف كل حاجه نعم نعم نعم، عندك حق عندك حق عندك حق. وللاسف هو ده اللي وصل نادي الزمالك في المباراه اللي احنا شفناها النهارده بشكل مهين لنادي الزمالك. قدر ان النادي الاهلي ينهي على نادي الزمالك وعلى اماله ويكتسحه في القمه رقم 125. الف مبروك لنادي الاهلي، النادي اللي انا دايما بقول ان انا بنتمي ليه، وحبي ليه لنادي الاهلي لا ينتهي. انا بقول ان انا بنتمي لكيان كبير، لنادي عظيم اسمه نادي الاهلي. الف الف مبروك للنادي الاهلي ولكل مجلس اداره نادي الاهلي. ومن مكاني ده بقول للزملكاويه خلي بالكم يا جماعه من الكلام اللي بيتقال على قناه الزمالك، فكروا فيه فكروا فيه كويس. مرتضى منصور يغيب جماهير نادي الزمالك، هتروح بيهم لحد فين الله اعلم، لكن انا مش هفسد الفرحه على الشعب الاهلاوي. الف الف مبروك لكل محبي النادي الاهلي ومنتمين الى نادي الاهلي، فضلا وليس امرا لكل محب القناه تفعيل زر الجرس لكي يصل لكل جديد ولكي يصل لكل جماهير النادي الاهلاويه في كل مكان. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.